الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. 3 جمل بيهم إن شاء الله تتغلب على الشيطان. 3 جمل إن شاء الله بيهم تتغلب على هذا العدو الأبغض للإنسان. يلا بينا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طبعا في البداية عايز أقول لحضرتك إن الشيطان هو العدو الأول للإنسان. الشيطان هو العدو الأمقر للإنسان. الشيطان هو أكبر ضرر بيحيط بالإنسان. وخلي بالك، اوعى تفكر في يوم من الأيام إن الشيطان ده هيأمرك بشيء فيه منفعة لك أو هيخفف عنك أو هيجي في يوم من الأيام يشفق عليك. مستحيل طبعا. الشيطان أقسم إن هو هيغوي الإنسان وهيضله وهيوصله إلى مرحلة الكفر كمان. وربنا سبحانه وتعالى وضح الكلام ده أيضا في سورة تانية وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاوعى في يوم من الأيام القاعدة الأساسية في الكون دي تتزلزل عندك أو يحصل فيها يعني اضطراب، تقول لا ده أنا حاسس إنني الشيطان ده بدأ يعني يمر بحاجة كويسة، أو أنا هعمل الحاجة ديت مع إن هي أنا عارف إن هي ضرر وهي غلط أصلا وفيها ذنب، بس يعني أنا شايف إن هي دي الأفضل يعني. اوعى تيجي في مخيلتك تماما إن الشيطان هيأمرك بشيء فيه مصلحة يعني. خلي بالك إن الشيطان ده بيستغل أي مدخل يدخل بيه للإنسان. فالإنسان من النهاردة هو مثلا خارج من البيت، بيركز تركيزه الأول والأكتر إن هو يعني على منظره، على شكله، على لبسه، على العرض، وينسى الجوهر تماما. ينسى إن في روح محتاجة إن هي تتركز عليها وتتأمن برضه. كذلك الأمر لو واحد رايح مشوار، رايح مثلا يعني يخلص مصلحة، راح شغله، رايح زيارة إلى آخره، برضه بيبقى مركز تركيزه الأول على الهدف اللي هو رايح له. مثلا مجهز أوراقه، مجهز تليفونه، مجهز مثلا معدات شغله إلى آخره. بينسى تماما إن في ضرر ممكن يصيبه. الضرر ده ممكن يكون حسد، ممكن يكون والعياذ بالله سحر، ممكن يكون مشكلة حد بيدبرها له، ممكن يكون مثلا صعوبة في تحقيق المصلحة أو تحقيق الشغل أو ما إلى ذلك. طب الرسول عليه السلام لخص لنا الكلام ده وحب إن هو يسهل لك الموضوع ده ويعرفك إن أنت ممكن تتغلب على الأمور دي وما تخليش أي حاجة تأثر فيك، وإن شاء الله ربنا يسعدك الأمر. بس تذكر بس وأنت خارج من البيت إنك تقول الدعاء المأثور عن النبي عليه السلام، تقول بسم الله. بسم الله دي أول جملة، بسم الله توكلت على الله. الجملة الثانية، الجملة الثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بال حضرتك ال3 جمل دول بيهم تتغلب على كل المشاكل دي. يعني واحد يقول لي يا عمي، يعني أنا لو قلت ال3 جمل دول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما فيش حسد يأثر فيها، أقول لك إن شاء الله. يعني لو قلت ال3 جمل دول لو في عمل معمول لي مش يصيبني إن شاء الله. يعني لو قلت ال3 جمل دول لو في حد بيدبر لي مكيدة في شغلي أو إن شاء الله تقف، إن شاء الله تقف. يعني لو قلت ال3 جمل دول الهدف اللي انا رايح احققه والمصلحه مثلا الحكوميه اللي انا رايح احققها ان شاء الله تتيسر تبقى كويسه ان شاء الله. ده في دليلك على الكلام ده. اقول لك اسمع حديث رواه ابو داود في سننه عن سيدنا انس بن مالك. الرسول عليه السلام بيقول: من قال حينما يخرج من بيته او اذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي يحصل له رسول الله؟ قال هو قال 3 جمل. خلي بال حضرتك معي. قال لك يرد عليه ب3 جمل أيضا. إيه هما؟ قال لك يقال له قد هديت، خلي بالك، وكفيت ووقيت. هو قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يرد عليه برضو ب3 جمل: قد هديت وكفيت ووقيت. يعني ايه الكلام ده؟ قد هديت، هديت على الحق ولا طريق الصواب، تعمل حاجة كويسة ما شاء الله، ما تقترفش ذنب إلى آخره، ما تفتنش بأي حد، ما تأثرش عليك أي فتنة في الشارع إلى آخره، تهدى إلى طريق الحق والصواب إن شاء الله في كل شيء. وكفيت، كفيت من شر أعدائك ومن شر الماكرين ومن شر الحاكدين ومن شر الحاسدين إلى آخره. ووقيت، وقيت يعني مفيش أي حسد يصيبك. وقيت أصبحت عليك وقاية من الشيطان، حرز من الشيطان، حصانة من الشيطان، من أعمال الشيطان، من مس الشيطان، من الحسد. فيش الشياطين بقى لما تسمع الكلام ده تتنحى الشيطان، تبعد. فالشيطان التاني
في واحد يفكر مثلا من الشياطين عايز يأذي الإنسان ده، فهو واحد يقول له لا لا رايح فين، خلي بالك الشيطان بيكلم الشيطان، خلي بالك معاه، الشيطان بيكلم الشيطان بيقول له كيف لك، شوف بخاطبوا بعض، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، انت ازاي هتسيطر عليه؟ انت ازاي هتجرب له اصلا راجل طلع من بيته وربنا سبحانه وتعالى قال له عن طريق الملك قد هديت وكفيت ووقيت، كان ملك بيكلمك بس انت مش هتسمع، قد هديت وكفيت ووقيت، فالشيطان بيقول له ازاي انت هتجرب من واحد قد هدي وكفي ووقي، مش هتقدر تأثر فيه، مش هتقدر تعمل له حاجة. ف3 جمل تغلب بيهم على الشيطان: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت الانسان منا يركز وهو خارج من بيته ان هو يقولهم، حاول يحرص ان هو يقولهم بيقين، ويقولهم بطمأنينة، ويكون عنده صدق في طلب الهداية من الله وطلب الصلاح من الله. وإن شاء الله ربنا ييسر أمور العباد ويحفظنا جميعا من شياطين الإنس والجن. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وأنا أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.